يا مساء الجمال. الملخص اللي فات انتهى لما بسمة صحيت من النوم ما لقتش مسعد جوزها ولا الفلوس بتاعه الشقه، وكان السؤال هل مسعد هو اللي اخذ الفلوس عشان يطلع منعم اخوه من الحبس؟ ده اللي هنعرف، بس الاول ما تنساش اللايك، ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش الاشتراك عشان يوصلك حلقات المسلسل اول باول. حكايتنا بدات مع بسمة، واول حاجه عملتها لما ما لقتش الفلوس انها تتصل بمسعد، لكن من غير فايده لانه ما بيردش عليها، وده اللي زود شكها ان هو اللي اخذ الفلوس. فنزلت لحماتها، ولما لقت سماح سالتها عملت ايه في حوار منعم، فالتانية قالت لها شويه كده وهروح ازوره، ما تشغليش بالك انت وروحي خلصي موضوع الشقه بتاعتك. فبسمة ردت لا، ما الموضوع اتاجل شويه، كل ده بيحصل وحماتها عامله فيها من بنها، بس بسمة عارفه ومتاكده ان النوس عين مامته مش هيعمل كده من دماغه، واكيد اللي حصل ده كان فكرتها هي. ساعتها بيجي تليفون من صاحب الشقه، فبسمة ما لقتش قدامها غير انها تكذب وتقول له ان جوزها عمل حادثه بسيطه ومش هيقدروا يجوا يكتبوا العقد النهارده. وبعدها حاولت تتصل تاني بمسعد، بس المعلم ولا هو هنا، وعامل فيها سيد الرجاله اللي رايح يسدد الديون بتاعت اخوه، وبدل ما تبقى المصيبه مصيبه منعم لوحده، لا مسعد كمان اتلط فيها، لان الفلوس بتاعت الشقه ما غطتش الدين، فاضطر انه يمضي كمبيال على نفسه عشان صاحب البضاعه يضمن حقه ويوافق انه يتنازل عن القضيه بتاعت اخوه. وبعدها سبع البرومبا راح لمامته عشان يطمنها ان منعم قلب امه مشكلته اتحلت. وقتها عبله العقل المدبر او المدمر للعيله كانت قاعده ما تفهمش بتقطف ملوخيه ولا بتعمل ايه، وبدل ما تقول له اطلع راضي مراتك بكلمتين، لا دي سخنته عليها واكن هي اللي غلطانه مش هو، وقالت له انت راجل البيت وكلمتك هي اللي تمشي. وحصلت المواجهه بينه وبين بسمة، واول ما شافته قالت له انت برضه عملت اللي في دماغك واخدت فلوسي عشان اخوك. فمسعد قال لها دي مش فلوسك لوحدك، لما فلوسي وفلوسك يتحطوا على بعض يبقى اسمها فلوس البيت، وبعدين انت كنت عايزاني اشوف اخويا بيتحبس واروح اشتري شقه ملهاش لازمه، والمفروض يا هانم انك لما تلاقي جوزك في ازمه ترمي الفلوس تحت رجله وتقولي له روح طلع اخوك، على العموم يومين وفلوسك هترجع لك، ومش عايز كلام تاني في الموضوع ده. فصاحبتنا طلعت فيه زي الصاروخ وقالت له لا يا مسعد دي مش فلوسنا احنا الاتنين، انا اللي بسد الجمعيات لوحدي، وانا اللي اخدت سلفه من الشغل، ولو على البيت انا بحط فيه زيك ويمكن اكتر، واللي انت عملته ده ملوش اسم غير انك سرقتني. وطلعت كل اللي في قلبها وقالت له انا كنت عايزه اخد الشقه دي عشان انقذ جوازنا، كنت مفكره انك لما تمشي من هنا حالك هيتعدل وتنضف، بس واضح كده ان في ناس ملهاش في النظافه. فالناطع جوزها ملقاش كلام يقوله لانه جوه منه عارف انها عندها حق في كل كلمه، فكان رده انه يديها باليد في وشها وكمان يجرجرها من شعرها وفين يوجعك. وتاني يوم بسمة قامت من النوم جسمها مدغدغ ونزلت يعني امها ودمعتها على خدها، والمفروض انها رايحه الحفله اللي المدرسه بتاعت باباها عاملاها له بمناسبه خروجه على المعاش، وقبل ما تروح حظها الاسود خلاها تقف شويه مع نفسها على الكورنيش عشان يجي حرامي يكمل عليها ويسرق شنطتها، فراحت على الاسم واتصلت باخوها عشان يجي يلحقها. والهبله لما اخوها شاف اللي في وشها بدل ما تقول له ان جوزها هو اللي عمل كده فيها، لا دي قالت له ان الحرامي هو اللي ضربها. وقتها كان مسعد بيحكي لمامته عن امجاده مع مراته، ما هو كده مفكر نفسه سيد الرجاله. فست الحبايب عملت له كوبايه شاي بالنعناع عشان يروق دمه، وقالت له اكيد هي هتروح على بيت اهلها، ولو هتروح لها لازم تعرف انت هتقول ايه كويس عشان ما تقعش في غلط، يعني الوليه مش مكفيها انه سرقها وضربها علقه موت، لا دي البجاحه وصلت انها عايزه تطلعها غلطانه قدام اهلها. في الوقت ده كانت الحفله بتاعت استاذ محمود بدات، والعيله كلها كانت هناك، مامته اللي هي مامه بسمة واخواتها الاتنين. ساعتها مسعد بيوصل قال ايه عشان يبارك له، بس هو كان رايح يطمن اذا كانت بسمة قالت لهم على اللي حصل ولا لا، ولما عرف منهم انها ما جاتش وتليفونها مقفول قال لهم طيب انا همشي عشان عندي شغل، ولو بسمة ظهرت ابقوا كلموني. بعدها بشويه بسمة وصلت وما جابتش سيره عن اللي حصل بينها وبين جوزها، وبرضه قالت لك ان اللي في وشها ده من الحراميه اللي سرقوها، بس تحس كده ان مفيش حد مقتنع بالكلام ده، خصوصا انها اختها اللي قالت لها انا مش داخل دماغي الحوار اللي انت عملتيه على ابوكي وامك، انا عارفه ان مسعد هو اللي عمل فيكي كده، لازم تقولي لهم ما تفكريش انه هيتغير، ولو اتغير هيتغير للاوحش مش للاحسن. لكن بسمة ما كانتش عايزه تنكد على باباها في يوم زي ده، وكمان في مفاجاه ما حدش لسه يعرف عنها حاجه هتحصل في اخر الحلقه، فخليك معايا للاخر. نفصل شويه بين بسمة ومسعد ونروح لمعتصم والحاج سعيد باباه اللي بيفرجوا على فيلا جديده هو لسه مشتريها وموضبها. فمعتصم قال له انت هتعمل بيها ايه؟ فعم الحاج قال لك انه اشترى الفيلا دي عشان معتصم يتجوز فيها ويحقق له حلمه انه يبقى جد ويجيب له حفيد يشيل اسمه لان هو ابن الوحيد. لكن معتصم بيحب ساره بجد، ومن وجهه نظره ان كده هيبقى خاين لان هي كمان من حقها تبقى ام. وشوف الراجل بيفكر ازاي في مراته على عكسها هي اللي من ساعه ما عرفت ان هما الاتنين مع بعض مش هيقدروا يخلفوا لا على حامي ولا على بارد، ومقضياها نكد وعيافه، وكل ما الراجل يحاول يقول لها كلمتين حلوين التانيه تهب فيه وتقعد تدوس عليه قوي في حته الخلفه دي، مع ان الهم طايلها وطايله. وبعد خناقه كالعاده قالت له انا هروح اقعد عند ماما يومين. نرجع لبسمة اللي بتتفاجئ بمسعد وهو رايح لها بيت باباها ولا كأن
كأن حصل حاجة، واخدها على جنب وقال لها انت عارفة لما حد بيقول لي كلام يجرحني انا ببقى عامل زي المجنون وما ببقاش عارف انا بعمل ايه، وهاتك بقى يا كلام من اللي لا بيودي ولا بيجيب، خد عندك، سامحيني وانا ماليش غيرك وعمري ما هعمل كده تاني. المهم في الاخر بلفها بكلمتين، خصوصا لما قال لها انه هيرجع لها فلوسها على داير مليم، لانه اقنع اخوه ومامته انهم يبيعوا حته الارض بتاعتهم عشان يفكوا الازمه دي، وهي زي العبيطه صدقت. وتاني يوم مسعد بيقعد مع مامته واخوه عشان يقنعهم على موضوع بيع الارض. وفي الاول عبله كانت مزرجنه، بس لما عرفت ان مسعد هو كمان مضى على نفسه كمبياله بباقي المبلغ اقتنعت. بس هي كانت عارفه ومتاكده ان اخوها مش هيبيع الارض. ليه؟ اقول لك، اصل خال منعم كان بقاله فتره عمال يلف وراهم عشان يشتري منهم الارض ويضمها لارضه، وكل مره يزود المبلغ اللي هيدفعه، بس المره دي هم اللي رايحين له برجليهم، فاكيد هيقعد يبيع ويشتري فيهم. واللي عبله عملت حسابه هو اللي حصل. شكل كده الغلاسه طبع في عيلتهم، وخالهم قعد يقول لك اصل السوق واقف واصبروا عليا شويه لحد ما الاقي مشتري عشان معيش سيوله. ومسعد رجع لبسمه جار الخبط وراه، ايد ورا وايد قدام، وقال لها موضوع الارض ما تمش، لو عايزه تزعلي زعلي ما بقاش فارق معايا. ساعتها بسمه بتفاجئه وتقول له انا حامل، وكده تخلص حكايتنا. تفتكر قرار بسمه انها ترجع لمسعد كان صح بعد اللي عمله فيها؟ شاركنا برايك. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي اول كومنت. باي.